المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الفل ومبروك يا سياده المستشار. شكرا يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله نحمد ربنا. راضي ولا مش راضي النهارده عن الفريق؟ اولا بس عايزين نبارك لسموحه ونبارك لمصري ونبارك للنادي الاهلي وبعدين نبارك بقى للزمالك اللي هو كان اخر العنقود النهارده. تمام، اخر العنقود او اخر المتاهلين نادي الزمالك. نجاح 100% للفرق المصريه او الفرسان المصريه 4. الحمد لله. بسال ابطال دوري الحمد لله بامر الله. بسال دلوقتي رئيس نادي الزمالك راضي عن الاداء، راضي عن الفريق، راضي عن الجهاز الفني ولا لا؟ لا انا مش راضي عن الدفاع. مش راضي ليه؟ لا الدفاع النهارده عنده اخطاء. انا الدفاع انا متاسف. الدفاع عنده اخطاء كثيره جدا النهارده يعني. اخطاء ما تبقاش من لعيبه دوليه يعني. نعم. دلوقتي انا بكلمك دايما ان انا متفرج مشجع مش رئيس النادي. نعم. انا عشان كده قلت بسال رئيس نادي الزمالك. لا تسالني رئيس نادي الزمالك هقول لك ماتش 100 و100 واحنا تمام في التمام وفرحه جماهير الزمالك، لكن انا كمشجع لا مش مبسوط. طيب هل شايف انه ده الحكم كان متربص لنادي الزمالك الحقيقه عشان نكون امنا يعني؟ لا هو في ضربتين جزاء، ضربه غير صحيحه اللي هي احتسبت اعتقد طارق حامد او دونجا ما شفتش اللعب بالظبط، والثاني دي ضربه جزاء 100. ده صحيح. لكن هو في النهايه بقيت قراراته يعني كانت معقوله. نعم. يعني انت مش غاضب من التحكيم قوي؟ لا 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 انا مش غاضب الا من جاج ريشه بصراحه. اللي اعترف اخيرا انها ضربه جزاء صحيحه. طيب ما حدش ما اعترفش انها ضربه جزاء غير صحيحه، كل الناس اعترفت انها. هو قاعد ينكر لغايه ما رئيس النيابه زنقه في كورنر فاعترف في الاخر يعني. رئيس النيابه ماله؟ لا انا بقول لك يعني ما هو في احيان متابع يقعد ينكر. ايوه لغايه ما رئيس النيابه الشاطر يقعد ده يزنقه لغايه ما يعترف التفصيل يعني. طيب خلينا لما في مشاكل بالنسبه للجهاز الفني معاك ولا الدنيا تمام؟ لا هو بس زي ما قلت لك اولا احنا قللنا من قيمه فريق نيجيري عشان هو تقريبا لما اتخطف 3 اجوان في مصر في اول الشوط الاولاني. لو طبعا فريق كويس جدا وفريق كبير، لكن للاسف الشديد الاعلام في مصر يعني اتخدع فيه وانه قلل منه واخد بالك، لكن هو فريق كبير جدا ما يقلش عن الفريق النهارده اللي كان بيلعب مع النادي الاهلي. وانا شفت النهارده فريق ثاني خالص بيلعب في القاهره، لكن هو الحمد لله في النهايه انت والاهلي نعم دخلت 16 دوري المجموعات، ودي عايزه شويه. والجميل ان انت على راس مجموعه والاهلي على راس مجموعه والوداد على راس مجموعه، وبالتالي ان شاء الله فرص التاهل لدور الثمانيه هتكون كبيره جدا. هو بياخدوا فريق اعتقد من كل مجموعه يعني ان شاء الله يبقى دور 8 ان شاء الله تبقى افضل. طيب هل انت غاضب ان الونش مش موجود النهارده في الملعب؟ طبعا غاضب. طبعا. كلمت مع محمد حلمي قبل المباراه وكابتن محمد حلمي؟ لا انا بص انا دايما بتكلم مع محمد حلمي. فالماتش اللي فات طبعا التغيير كان سيء جدا. فانا لما جبته المكتب وسالته قال لي بص انا اقول لك حاجه بصراحه، اسال الجهاز. اول ما دخلت قلت اسوأ 3 تغييرات عملتهم في حياتي سالت المدرب. ما دام المدرب عارف ده واخد بالك وعارف الخطا عنده فين يبقى بالتاكيد اصلح. نعم. لكن المدرب اللي هو يعني يقول لك لا وانا كنت صح لك والله هو قال كده. أسوأ 3 تغييرات انا عملتهم في حياتي. هو عمل النهارده تغييرين كويسين قوي، ايمن حفني وباسم مرسي الحقيقه. باسم بالظبط كده. نعم. فانا عايز اقول انه احمد رفعت فين؟ طبعا ده لاعب احنا عندنا احمد رفعت وعندنا الونش دول علامه استفهام طبعا. نعم. في لاعب ما زال علامه استفهام في الملعب. مين؟ لا مش هقول اسمه طبعا. عشان خاطري بقى كل سنه وانت طيب. لا والله هقوله له هو يعني لاعب ما زال علامه استفهام في الملعب. قلت له الماتش اللي فات اسلام جمال الظاهر شكله اول حرف من اسمه اسلام جمال. لا والله لا بالعكس اسلام جمال قلش كتير النهارده مش مشكله. رايك في جنش ايه النهارده؟ لا ده جون عالمي ورد على الشناوي وقال له يعني شوف الاخلاص لربنا والفانيلا اللي انت لابسها وتبقى ضميرك كويس قدام ربنا هو اللي بيكرمك. يعني ده دلوقتي جنش دايما بتجيبه ايه من الدار زي ما بيقولوا للنار. من الدار للنار فعلا يعني. لكن هو سد وكان حاجه محترمه جدا، ولو كان الزمالك يعني عدى انا بقول طبعا معظم اللعيبه مش كل اللعيبه معظم اللعيبه على راسهم جنش طبعا. طيب هل معناه انه جنش عنده فرصه للاستمرار؟ هتطالب الكابتن محمد حلمي باستمرار جنش وازمه الشناوي ما زالت مستمره؟ انا اعتقد اللي هيطالب بجنش بالاستمرار هو ضمير محمد حلمي. ضمير حلمي هو اللي يطالب بالاستمرار لانه اولا بيسد في اي وقت وبعدين ما هربش في اي ماتش. طبعا هو انا سمعت ان الشناوي
اعتذر واحنا قبلنا اعتذار، لا في تحقيق طبعا بيتعمل. وبعدين اذا كان فعلا كان مصاب خلاص مفيش مشكله. لكن لو كان هرب من المباراه لا هتبقى مشكله كبيره طبعا. وانت حضرتك شايفه هرب ولا كان مصاب؟ انا ما شفتوش من ساعتها والله. والله ما شفته. لا انت توقعك انا قلت انا عندي حاجه واحده بس. ان والدي اتكلم مع كابتن اسماعيل وقال له انا ابني مصاب، تمام؟ ده اللي زعلني، بس اللي المفروض والدي ما يقولش علاقه بالموضوع مع احترامي لوالدي طبعا. خلاص اللي يحدد مصاب مش مصاب ده دكتور طارق سليمان. نعم. ده اللي يحدد مصاب. يعني انا ما اقدرش سالتني انا ما اعرفش مصاب ولا مش مصاب. انا مش دكتور، انا محامي. يا انت هتاخد كلام الدكتور مسلم بيه بالظبط. لو يقولوا طارق الدكتور طارق سليمان هيبقى 100 وبناء عليه خلاص ما عندكش مشكله في موضوع الشناوي. هل في امل في استئناف الدوري العام ولا صعب؟ شوف انا كنت مع السيد الوزير. ايوه احكي لنا بقى بالظبط ايه اللي حصل عشان كلها اراء متضاربه. لا انا كنت مع السيد الوزير يوم الخميس وحاول يقنعني ان احنا نلعب ماتش الشرقيه. فانا قلت له سياده الوزير انت بتشجع دور الجمعيات العموميه. تمام؟ الجمعيه العموميه ما فوضتنيش العب، الجمعيه العموميه فوضتني ان انا اتفاوض باعاده المباراه. في حاله عدم اعاده المباراه قبل يوم 31 يناير مفيش ولا مباراه تتلعب 31 مارس. نعم 31 مارس. نعم لو رحت 31 مارس وقالوا العب هلعب. اتحاد الكوره اتحل وتقد حيله وراح كله طلع لجنه الحكام هلعب. تمام؟ لو قال لي لا طبعا. وكان في مكالمه بيني وبين المهندس انا بريده امبارح. واعتقد هيبقى في لقاء بكره ان شاء الله في مكتب السيد وزير الشباب والرياضه انا والمهندس انا بريده. بعد ما يخلص السيد الوزير عنده بكره مؤتمر صحفي في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه بالظبط كده. نعم حضرتك رايح؟ لا انا ما بتضايقش في الحته دي. انت نعم. لا ما بتضايقش، في ناس ثانيه بتتضايق يعني. ممكن ابراهيم عيسى يروح، ممكن اي حد يروح، لكن الناس اللي بتدافع عن الدوله ما بتروحش. لا ما انت بتدافع وراجل كويس. طيب نكمل، خلينا في الدوري العام. اتفضل. طيب يعني ما فيش لعب لحد يوم 31؟ ما خلاص طبيعي ما فيش لعب خلاص، ما الماتش اتاجل على الشرقيه. طب وهتعمل جمعيه عموميه ثانيه ولا ايه بقى؟ ما هي عندنا جمعيه عموميه العاديه اصلا يوم 31 طبيعيه. فانت تعرض عليها. فاحنا خدنا القرار ان احنا هنبدا الجمعيه العموميه العاديه اللي جايه يوم ان شاء الله باذن. طب واذا الجمعيه العموميه العاديه بس هم الجمعيه العموميه يعني علاقتك بيها جيده، يعني تقول لهم نلعب هيلعبوا ما نلعبش مش هيلعبوا. لا الجمعيه العموميه صعبه والمصحف صعبت انت صعبت ايه؟ ايه اللي صعبها؟ ده قالوا لك انسحاب وبعدين قلت لهم تفويض، قالوا لك طب حاضر تفويض، ايه اللي صعبها بقى؟ لا بص انا عرضت لك ناس فاهمه غلط. انا عرضت 4 اقتراحات وافقوا على ال4 بتوعك طبعا. لا الاول قلنا نكمل المسابقه او نلعب بالناشئين او ما نكملش الدوري او تفاوضوني. هم اختاروا في الاخير تفاوضوني يعني. عشان كده في مشهد وانا بقول لواحد ايه اقعد يا ابني خلاص اقعد. ده بعد ما قال تفويض قاعد يقول لك لا هنسحب. والله العظيم 3 كلهم وافقوك على الانسحاب في الاول. والله بالاجماع وافقوك على الانسحاب في الاول. بيثقوا فيا ثقه مطلقه. طيب هم وافقوك على الانسحاب في الاول وانت حبيت تخليها تفويض ليك فخليها تفويض ليك. هم بيحبوك. بيحبوني بالظبط وانا بحبهم برضه. طيب ما بس هم وافقوا لك على الانسحاب في الاول. مره في تاريخ نادي الزمالك يبقى فيه 23 مليون جنيه فايز. ده مبروك. دي انا احييك عليها واقول لك والله مبروك. حاجه كويسه مبروك. محبوب عليك وبعدين انت عملت نادي كبير الحمد لله. طيب قول لي بقى يعني النهارده بدات تجربه الصغيرين توتي ثماره، شفنا احمد ابو الفتوح. ايوه. طيب وعندك الولد مصطفى محمد اللي معار للداخليه المهاجم ده. شغل كويس وعندك كذا واحد. هل بقى قصه الشراء الجزافيه اللي بلا يعني حسيب او رقيب مش في الفلوس في العدد هتتوقف الموسم اللي جاي؟ الموسم الجاي مش هنشتري اكتر من 2 أو 3 بكتير. ده اكيد يعني باذن الله ان شاء الله. ما اول ما الاهلي بيفاوض لعيب بتقول لا بيفاوض يا بيه. عايز اقول لك حاجه، حمودي ده مش كان في الزمالك وكنت ممكن اخليه مستمر. لما مشي شكرا مع السلامه. مؤمن دوه مش الزمالك شكرا مع السلامه. بص خلاص الفيلم الهندي بتاع الصراع اللي زي ما كان بيقول الحرب البارده بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي انتهت الى الابد. علاقه محترمه بين محمود طاهر، علاقه محترمه بين مجلس الاداره بتاعتنا، الاجهزه الفنيه، اللعيبه، خلاص انتهى الفيلم ده. لن نسمح بالحرب البارده ترجع تاني بين الاهلي والزمالك او الزمالك. نعم. طيب خليني اسالك عن قطاع الناشئين لانه في بعضه نتائجه جيده وفي بعضه نتائجه مش مظبوطه يعني. وانا سمعت لا سيبك من ال5 وارد ان هم يخسروا 5 بس الحقيقه عشان انا عندي فقره كده اسمها ملعب الناشئين فبتفرج فالحقيقه لقيت كان يومهم وحش ما كانوش كاسين بس الاسبوع كله كان سيء. والنهارده برضو في هزيمه ثانيه من المقاصه 4-0 في خطا في قطاع الناشئين ومن غير الفريق. لا بس هو الفريق ده بس بيدربه كابتن سعد الجدعي. اللي بيدربه مين؟
كابتن سعيد الجدعي. انت قالب على سعيد الجدعي؟ لا بالعكس، ده سعيد لاعب كويس طبعا، وكان مدرب كويس. هو في خطا في الفريق بضرب سعيد. انما انت امبارح كسبان انبي بقيه الفرقه الحمد لله كسبانه. عندك مدحت يكسب، عندك وليد يكسب. هو بس في خلل عند الفرقه. وانت اللي ما تعرفوش بقى يا كابتن ان انا بيجي لي تقرير يومي عن نتائج كل الفرق. وبجيب المدرب لما الاقي مدرب بيخسر مرتين وثلاثه بجيبه، بعرف منه الخلل. يمكن ما يحصلش اي نادي نشاط رياضي بيجيب لي تقرير يومي. اليد، السله، الطايره، كره قدم، السباحه، التنس، وبعدين كل الالعاب، بنات، ولاد، ناشئين، اكاديميات. فاروح بعمل كده تقرير واروح معلم اقول له ده خسر 3 ماتشات انا عايز اشوفه. طيب بيجي مش بحاسبه، بقول له ليه؟ يقول لي الخل عندك ايه؟ علاقتك مع برزنتيشن اتظبطت؟ لا لسه. ليه؟ ده عملوا شغل كويس قوي في انتخابات الاتحاد الافريقي. لا رافت هجان. والله عملوا شغل كويس قوي في انتخابات الاتحاد. انت عارف انا اكتر واحد اختلفت معاهم، بس الواحد يقول ما له ما عليه. يا بيه رافت الهجان كان شغال. طيب ده كان رافت الهجان. طيب خليني اسالك عن مايوكا، هتعمل فيه ايه؟ وستانلي هل هيكمل ولا هيمشي؟ لا انا ما اقدرش اكمل مع ستانلي، ولا كويس ومقدم محترم الا اذا رجع الدولار تاني، واخد بالك، ب 8 جنيه. 8 جنيه؟ يرجع 8 جنيه. ودي طبعا في ايد الاستاذ طارق عامر، وانا ببارك له من خلال الاذاعه، يعني بقول له الف 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 مبروك بجوازك السعيد. طيب خلينا يعني، طب 8 جنيه ما هو مش هيرجع ب 8 جنيه، هتعمل ايه؟ خلاص ام كلثوم قالت ايه؟ عايزين نرجع زي زمان. ودلوقتي قلبي معايا بالغنى، وطلعت انت صح. طلعت متى ستعرف كم اهواك يا املي. طلع ومن افسى ليا، يعني مش عارف الفساد ايه اللي انا ايه. الله يرحم لي حد كان صاحبي ومحمد سلطان، كل دول اصحابي حلم بكر، فبعرف منهم من الاغاني. طيب مايوكا؟ لا مايوكا انا بس عايز الاخ اللي قال عليه انه كان سكران يجيب لي المحضر بس، لان بالمحضر ده انا اتمنى يكون في محضر عشان افتح التعاقد. مع ان ايه بقى؟ ان السكران من السكرات دي انت عارف في بلادهم بيشربوا عادي، واخد بالك، لكن انا عندي بقى ما فيش عادي. انا بقى بتلكك هنا بقى خلاص. انا سلفي واخد بالك. فيجيب لي بس الاخ اللي عمال يزن يقول في عقد في محضر يجيبوا لي يعني لو في محضر سكر ضد مايوكا هتلغي عقده طبعا. هجيب لاعب يتطوح ولا انا جدع كل شويه. طيب اخر حاجه اخد رايك في قضيه حل الاتحاد المصري لكره القدم، هيحصل فيها ايه؟ شوف انت عايز تعرف اتجاه السيد الوزير ولا عايز تعرف يا ريت. بص الوزير بيحترم احكام القضاء كويس، ولكن عنده تجربه الفريق بتاع الاتحاد المالي على ما اعتقد اللي تم حله. نعم. وهو في النشاط فيه تمام. فهو بين زي مصر دلوقتي ما بين الحريه، واخد بالك، وفي نفس الوقت ما بين انك امن البلد. انت عارف هنا ده خط رفيع، ازاي تحافظ على حريه المواطن وازاي تحافظ على امن البلد. هو عايز يحافظ ما بين انه يحترم حكم القضاء، لانه صادر من قاضي مختص له ولايه هذا الحكم، وبين انه ما يحصلش اي توقف بره في فانا رايي ان هو بياخد انتقاص انفاس لغايه ما يظبط اموره بره، ده رايي. تمام. لكن كل الاشكالات التي هتتقدم هي والعدم السواء هتترفض. لا هتترفض. نعم. احنا عندنا مسارين. عندي مسار الماده 612 مرافعات، دي لما يكون في شقه ايجار حصل طرد فتروح 612 مرافعات الحاجات المدنيه، اول ما تقدم الاشكال بيتوقف التنفيذ من غير القاضي ما يحكم. تمام. عندي المسار الثاني الاحكام التي تصدر من محكمه القضاء الاداري، دي ما لا يوقف تنفيذها الاشكال، اللي يوقف تنفيذها دائره فحص الحقوق الاداريه العليا باجماع الاراء زي الاعدام كده. انت تقدم الطعن يقعد شهر شهرين ثلاثه مفيش ايقاف تنفيذ، لازم المحكمه هي اللي تقول ايه. تمام. قررت المحكمه ايقاف التنفيذ لاجماع الاراء. تمام. طيب احنا اتعرض علينا في مجلس النواب، ده من سوء حظ طبعا بالاتحاد ده، اتعرض علينا في مجلس النواب مشروع قانون وافقت عليه خلاص فعلا، اللي هو ايه بقى؟ انك انت ممكن تعمل اشكال في مجلس الدوله قدام نفس المحكمه اللي اصدرت الحكم، واول ما تقدم الاشكال يتوقف التنفيذ. تمام. يعني لغت ايه؟ الماده 50. المجلس من الشعب وافق، او مجلس النواب السيد الرئيس ما صدقش عليه لغايه دلوقتي، يبقى مش موجود. يبقى اذا اي اشكال هيتقدم لا يوقف التنفيذ طبعا. تمام. لا يوقف التنفيذ. حصل صراع بقى، صراع بين القضاء المدني العادي 312 والقضاء الاداري الماده 50 بتاع مجلس الدوله. الدستوريه العليا حسمت الامر، قال لك الاشكالات اللي في احكام القضاء الاداري بالماده 50 هي مختصه بيها ولا يوقف التنفيذ.
ولا يوقف التنفيذ. لا يوقف التنفيذ. هل ده كل اللي بيعمله اتحاد الكوره دوت باطل في باطل في باطل. طيب هل ستكون محامي اتحاد الكوره؟ لا انا مش طايقهم اصلا. بس انا بس عايز الاخ عمرو رفع القضيه، ما تزكش باسم الزمالك في الموضوع ده. ده كلام مهم بقى. الاستاذ عمر هريدي قصدك؟ عمر هريدي ده كلام مهم. عمر لا وقت انتخابات ولا وقت دغدغه مشاعر الجماهير. وعلى فكره الجماهير مالهاش اصوات في الانتخابات. حضرتك نزلت قبل كده الانتخابات قدام احمد جلال نائب وجبت 2000، احمد جاب 12000. بلاش تزج باسم الزمالك وتضحك علينا الناس. لو جماهير الزمالك قالت لك اتنازل هتتنازل زي ما انت ما كانش مبدا بقى. احنا بنقول الانتخابات غلط. نعم. جماهير الزمالك تقول لك ما تقولكش ده غلط. واخد بالك؟ لا بلاش ناخد مشاعر جماهير الزمالك. نعم. وحضرتك هتتنازل مش هتتنازل. في قائمه ان شاء الله معموله، واللي في القائمه هم اللي هينجحوا بامر الله سبحانه في الانتخابات اللي جايه ان شاء الله. ده في الزمالك ولا في مين؟ في الزمالك. شلت مين بقى؟ لا انا ما قال لك انا نازل، ممكن ما انزلش. يا عم شلت مين؟ ممكن ما انزلش. يا عم شلت مين؟ يا عم شلت مين في مين؟ انا مين النائب بتاعك الدوره الجايه زي ما هو احمد جلال؟ لا والله احمد جلال لو القانون، انت عارف القانون لو استمر اللي هو بتاع اللي احنا عملناه له 8 سنين، انت عارف الوحيد اللي فينا عنده 8 سنين احمد جلال. والله لو استمر احمد جلال شخصيه محترمه ويستمر يعني هو النائب بتاعك الدوره الجايه؟ لا ممكن يكون نائب اي حد، مش لازم نائب بتاعنا. هو نائب مرتضى منصور بقى؟ مش لازم يكون نائب بتاعنا اي حد. طب هيبقى في تغيير كتير. خلاص انت مش هتنزل الانتخابات، هننزل احمد مرتضى منصور خلاص مفيش مشكله، او امير مرتضى منصور مفيش مشكله. امير مرتضى لسه جاي من ابو ظبي اهو جنبه. الحمد لله على سلامته. طيب يعني هتجيب كام وجه جديد في مجلس الاداره؟ لا كتير، كله تقريبا. كله تقريبا الا هاني زاده طبعا. لا كله مين انا؟ هاني زاده، هو هاني زاده مالهاش حد مجلس اداره مدير كوره. ايوه ده هتجيله ازمه قلبيه دلوقتي لما تجيله المكالمه دي هناك في نيجيريا، هتجيله ازمه قلبيه يقع فيها. لا هاني زاده على فكره هاني زاده كنت لسه عاوز مجلس اداره، كنت بستعين بيه ده مثلا في احمد الكاس واللعيبه دي، يعني قبل ما عاوز مجلس اداره بحب ده دايما على طول. نعم. انه لما حضرتك تبقى بتحب النادي بتاعك مش لازم تبقى في المجلس علشان تخدمه، وده كان بيعمله هاني زاده. طيرت هاني زاده؟ ده اللي كان بيعمله هاني زاده اهو. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.